السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهاردة أكلة جميلة جدا، طواجن المكرونة باللحمة المفرومة زي طعم محلات الكشري بالظبط، وحاجة كده خطيرة. هنسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل ايه هنا مع بعض. عندي هنا طاسة هحط فيها حوالي 3 معالق زيت، وهبدأ كده أول حاجة ان احنا نعصج اللحمة بتاعة الطاجن ديت. حاجة كده في البيت جميلة جدا موفرة، وطعمها جميل جدا وروعة بصراحة، مفيش احسن من كده. عندي هنا نص كيلو لحمة مفرومة. هبدأ ان انا اعصجها قبل ما احط البصل، بنزل باللحمة الاول علشان لو فيها اي نسبة زفارة ولا حاجة بتروح كده الاول في التشويح بتاعها دوت، لحد ما لونها يتغير كده حوالي دقيقتين 3. وبعد كده هنبدأ ننزل عليها هنا بالبصل. عندي هنا بصلتين مفرومين ومعاهم قرنين شطة خضرا كده او فلفل حسب ما انت عايزة. نبدأ كده نقلبهم في اللحمة كويس. طبعا حاجة بيتي ومعمولة على ايدك بتبقى طعمها جميل جدا وبصراحة موفرة. عندي هنا معلقة بهارات اللي هي 7 بهارات، وهنحط معلقة فلفل اسمر. طبعا اهم حاجة تعصيجة اللحمة ديت بتعتمد على كمية البهارات. طبعا بتديها ريحة جميلة جدا ونكهة حلوة. بصراحة بتخليها غنية جدا كده بالطعم. وعندي هنا معلقة بابريكا، وهحط عليها حوالي 3 ورقات لورا. بس كده. هنبدأ هنا نكمل بقى تسوية اللحمة. اهم حاجة في اللحمة بتاعة الطاجن ان احنا مش بننشفها قوي في التعصيب، بنسيبها كده شوية جوسي يعني تكون طرية، بحيث ان هي تكون طعمها حلو كده في الطاجن، مش بننشفها قوي. خلاص هنا كده اللحمة بتاعتي بدأت تستوي. بنزل عليها هنا بطماطماية مبشورة، وابدأ ان انا اقلبها في اللحمة، بتديها طعم وريحة حلو وبتديها لون كمان. انا قناتي يوميات تيتا، يا ريت اللي يشوفني يدعمني بلايك واشتراك للقناه لو اول مره يشوفني. خلاص هنا كده اللحمه بتاعتنا بدات تستوت معانا. خلاص كده بقت جميله وسايبين فيها نسبه ميه شويه، مش بننشفها قوي علشان الطاجن يكون حلو. هبدا هنا بعد كده عندي نص كيلو مكرونه، هبدا ان انا اسلقه. لكل نص كيلو مكرونه نص كيلو طماطم، يعني انت لو هتعملي كيلو مكرونه طاجن بتعملي له كيلو طماطم مفروم. خلاص هنا حوالي 5 دقايق كده المكرونة بتستوي معايا، وببدأ ان انا انزلها من على النار واصفيها. خلاص كده استوت معايا. هنجهز هنا الصلصة بتاعت الطاجن، هتبقى جميلة جدا ما شاء الله. حوالي 3 معالق زيت. وعندي هنا بصلتين مبشورين. اهم حاجة نسبة البصل بتكون كتير، بتدي طعم حلو قوي للطاجن. هبدأ ان انا كده بس اديها تشويحة بسيطة. مش عايزة البصلاية تكون متحمرة، انا عايزة اشوحها بس اطلع ريحتها. صدقوني الطاجن دوت من احسن الاكلات اللي هتعملوها، وحاجة كده موفرة وجميلة جدا. عندي هنا نص كيلو طماطم فرمته، وهنزل بيه هنا على البصل بعد ما هو دبل شوية. هبدأ هنا هنزل بالبهارات، معلقة فلفل اسمر ومعلقة ملح ابيض، وهنحط نص معلقة كمون ونص معلقة بهارات. وعندي هنا نص معلقة سكر علشان الحموضة بتاعت الطماطم. هنسيب المكونات دي تغلي مع بعض. اهم حاجة هنا عندنا ان الطماطم ما تتسبكش قوي، هنسيبها بس تغلي غلوتين مش اكتر. مش عايزينها تكون ناشفة قوي او تقيلة، عشان لسه هندي المكرونة فيها غلوة بحيث ان هي تستوي فيها. خلاص هنا كده عندي الطماطم بدأت تتسبك شوية، يعني هي تقلت حبة، مش عايزاها تقيلة. بصوا قوامها كده حلو. انا خدت منها كبشة كده صغيرة بحطها على اللحمة المفرومة، بتديها ريحة وطعم جميل جدا، وبتخليها جوسي كده وطرية. بنزل هنا على الصلصة بالمكرونة بعد ما سلقتها وصفتها. ببدأ ان انا اقلبها واسيبها حوالي دقيقتين تشرب من الصلصة شوية على النار، على نار هادية.
بقلبها كده وبسيبها على نار هاديه حوالي دقيقتين تستوي مع الصلصه شويه. خلاص هنا كده بصوا بقت عامله ازاي، شربت من الصلصه وبقت جميله جدا وقوامها حلو. ما شاء الله الريحه بتاعتها جميله جدا، وريحه البهارات والبصل فيها جميله. هبدأ هنا بقى عندي اجهز الطواجن. طبعا انا ما لقيتش عندي غير الطواجن الصغيره دي، لو عندك حاجه اكبر ماشي، لو عندك طواجن ألمونيوم اي حاجه عندك استخدميها. بنبطنها الاول بس كده بمعلقه زيت علشان اللحمه مش تلزق في قاع الطاجن. هحط هنا كميه لحمه مناسبه حسب ما انت عايزه. خلاص كده بصوا هنا قوام اللحمه بقى عامل ازاي، مش ناشف ولا حاجه، بنخليه طري شويه وبنحطه في الطاجن وبحط المكرونه. بصراحه انا كنت فاكره نفسي ان انا بصور، بس جه في الاخر بعد ما شفت الفيديو ان انا ساعه ما كنت بحط المكرونه في الطاجن لقيتها مش موجوده. بحط المكرونه في الطاجن بغطيه وبدخله الفرن لمده 5 دقايق، بطلعه بالمنظر ده حكايه. يا ريت اللي يشوف الفيديو ما ينساش بقى لايك